أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما قوله أننا نؤمن بالتحريف ويخلط بين النسخ والتحريف هذا من ديدنه. فقد أذكر مثالا واحدا هو أن أتحداه هو وجميع علماء الشيعة في العالم أن يأتوا بقول عالم سني كما ذكر أخ أبو يحيى، أن يقول أن هكذا صراحة يا جماعة القرآن محرف. أما الشيعة الرافضة ليس شيعة الزيدية ولا شيعة الإسماعيلية، شيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، ليس أنهم قالوا أن القرآن محرف. من كبار أئمتهم علي بن إبراهيم القومي، نعمة الله الجزائري، محمد فايد الكاشاني، الطبرسي، المجلسي مؤسس التشيع في المرحلة الأخيرة، المفيد، العاملي، البحراني، النوري الطبرسي، الكوليني، عياشي، صفار، مقدس، كلهم جمهور الشيعة يقولون بتحريف القرآن. أذكر لك مثالا واحدا فقط. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه، وهو خاتمة المحدثين عندهم، في كتابه الأنوار النعمانية مجلد الثاني صفحة 357 و 58، يقول إن تسليم تواترها أي قراءة الصب عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى ترك الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق الشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين الدفتين هو القرآن المنزل لا غير، والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها صد بعض الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه، ما جاز له كتحريف لها. هذا كلام الجزائري. وأيضا يقول إمام سيد الكاشاني ومن أئمتهم أثنى عليه الحر العاملي، الأردبيلي، الخنصاري، يقول والمستفاد من هذه الأخبار بعد المقدمة وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير ومحرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك. طيب، والكليني هكذا. ثم ذكر بعد هذا أن القول بالتحريف اعتقاد كبار مشايخ الإمامية،